السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة عالم المعرفة للدروس الجامعية. اليوم سنشرح في شرح وحدة أناليز واحد. سأقوم بالشرح باللغة العربية الفصحى. يعني آه، وذلك حتى يصل هذا الفيديو، أتمنى أن يصل إلى العالم العربي بكامله. حتى ولو اختلفت المقررات فإن الفيزياء يعتبر فيزياء ويبقى فيزياء، والرياضيات يبقى رياضيات. الآن نشرع في الشرح أناليز واحد، شابتر واحد لي نومبر ريال اي كومبلكس، الأعداد الحقيقية والأعداد العقدية. أولا سنرى العقد، الأعداد لي نومبر راسيونيل، أعداد عقلانية. كنت قبل قليل قد أنشأت فيديو، لذلك قد كتبت كثيرا، نعم، ولكن في آخر المطاف وجدت أن الفيديو قد فسد، لم يكن الصوت واضحا جدا. حسنا، على كل سنكمل. إن ما كنت أريد أن أشرحه في ذلك الفيديو هو لدينا أعداد قد تعودنا في استعمالها في الابتدائي. في الابتدائي يقول لك الأستاذ تفاحة زائد تفاحة هي تفاحتان، وهو أمر بديهي جدا، نستعمله في حياتنا اليومية. حسنا، أنت لديك تفاحتين وأكلت واحدة، تبقى لك تفاحة، أمر عقلاني، منطقي. حتى أصبحنا حتى أصبحنا نسمع في الإعدادي عن الأعداد النسبية. عندما كانت لدينا العملية، عملية ناقص، عندما تنقص خمسة، خمسة من أربعة، شيء غير ممكن. لا يمكن أن نعمل خمسة ناقص أربعة أو أربعة ناقص خمسة، شيء مستحيل لا يقبله العقل، لكنه فعلا موجود في الرياضيات. ولذلك اضطر العلماء، لأن استعمال هذه المجموعة قد يكون غير مفيدا في الحياة اليومية، ولكنه مفيد في الرياضيات. وعندما نقول أنه مفيد في الرياضيات فهذا أنه سيكون مفيدا في الفيزياء، وبالتالي فإن العلوم المادية التي تلمس المادة ستكون مفيدة في لصناعة الطيارات، وهكذا ستصبح مفيدة في الحياة اليومية. المجموعة Z هذا سبب تنشئتها. بالنسبة للأعداد الصحيحة الطبيعية تبتدئ من الصفر إلى ما لا نهاية. ومن بالنسبة للأعداد Z فهي المقابلة تماما، الأعداد من الصفر إلى ما لا نهاية لديها مقابل، ولذلك نرسم مستقيما مدرجا صفر واحد إلى ما لا نهاية، وكذلك من هنا صفر ناقص ما لا نهاية، مقابل الأعداد التالية. نسميها باللغة الفرنسية غولاتيف، أعداد نسبية. بالنسبة للأعداد للنومبر راسيونيل، بالنسبة لهذه قد اكتشفت هذه المجموعة بسبب عملية الطرح. الآن لماذا اكتشفت مجموعة كو، التي تهتم بالأعداد، أعداد القسمة، الكسور إلى آخره، 1/2، الكسور. هل يمكن أن نقسم 1/2، أن تقسم تفاحة على 2؟ نعم، يمكن أن نقسم تفاحة على 2، نشطرها نصفين. ولكن في اللغة القديمة، في العصور القديمة، كانوا يعرفون فقط العد من صفر إلى ما لا نهاية.
ولم يكن لديهم 0.5 أو نصف واحد ونصف اثنان، ولذلك توصل العلم يعني علماء الرياضيات إلى اكتشاف هذه المجموعة، ثم أصبحت أيضا من ضمن المجموعة. الآن فالمجموعة يعني N يعني توجد داخل المجموعة Z. يمكننا ملاحظة ذلك لأن Z تحتوي على مقابلات المجموعة N وتحتوي أيضا على المجموعة N أيضا، فإن المجموعة Q تحتوي عليهم جميعا. والأهم من ذلك أن المجموعة R مجموعة الأعداد الحقيقية تحتوي على جميع هذه المجموعات. وبالتالي ننتقل إلى الأعداد العقدية، يعني شكلها كالتالي الصيغة Z يساوي A زائد IB، يعني حيث A و B تنتمي إلى R، إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. يعني هذا تذكير ضروري جدا، حيث أن E لماذا نسميها أعداد عقدية أو خيالية؟ لأنها تتكون من جزء حقيقي وجزء خيالي. لماذا هذا الجزء خيالي؟ لأنه يوجد فيه حرف E. قد تقول لي أن هذا الحرف، يعني هذا الحرف E هو حرف مجهول أو متغير مثل X، نستعمل X، يعني في كثير الأحيان نستعمل X، لكن لا، فإي أس2 يعني قد عرفناه، يعني قد قام العلماء الرياضيات بتعريفه. إي أس2 يساوي ناقص 1. هذا كل ما في الأمر. يعني هنا كنت قد أنشأت فيديو صراحة بذلت فيه الكثير من المجهود، والآن نسيت كل شيء. الآن ما كنت أريد أن أشرحه هنا هو هناك معلم، نعم معلم. عندما نقول X ندرج هذا المبيان 1 2 3، يعني لكل عنصر X، يعني لكل عدد X لديه صورة f لX، يعني f لX في محور الأراتيب. وبالتالي فهذه الصورة يعني حسب القانون الذي يحكم، يعني f هي قانون، f لX يساوي قانون أو loi en français. يعني ما هو القانون؟ مثلا x زائد 1 x أس 2 x لوحده ويساوي y، يعني f لx في آخر المطاف تساوي y. لماذا؟ لأننا نضعها في مدرج الy. إذن فf لx هي عدد، أيضا هي عدد حقيقي قد تكون في R. هكذا. فالآن هنا تحدثت عن M إذن ماجورون دو A، يعني ماجورون اي مينورون، يعني مكبورة ومصغورة. يعني هذه التعاريف، يعني المصطلحات نراها في لي فونكسيون، يعني في الدوال، لكن أيضا هي صالحة يعني في الأعداد أكثر ما هي صالحة في الدوال. يعني البداية من الأعداد نقول أن M إذن ماجورون دو A، يعني تكبر A. نقول أن M إذن ماجورون دو A يعني أنها تكبر A. وإذا قلنا أن A a été majoré de M، يعني majoré يعني هو مصغور، يعني هو مكبور ب M، أي أن A تكبره M فقط. هذا كل ما في الأمر. يعني و A minoré avec petit m، يعني أن A أكبر من M. وأن A محدود يعني بورني، هنا ماجوري مينوري بورني أي أنه يحد في كلا الجانبين.
وفي التالي سأشرح هذا في درس يعني الدوال أكثر فأكثر، وستفهمون الأمر بحذافيره. هذا كل شيء. هنا قد يعني بالنسبة للتحريف وجدته في الإنترنت. هناك مجموعة A، يعني هذه المجموعة A، يعني سأبدأ التعريف من الأول. يعني أنشأت الفيديو وضاع مني الآن، متوتر قليلا لن أخفي هذا. يعني لتكن soit A، يعني petit a appartient à، يعني الA الصغيرة يعني تنتمي إلى A، وهذه A الكبيرة قد تكون R مثلا، قد تكون N، قد تكون Q، قد تكون Z، قد تكون مجموعة تختارها أنت، يعني من 0 إلى 10 مثلا، أو من 0 إلى 20، أو من ناقص 20 إلى 20. يعني A متغير في هذه المجموعة، يعني يمكن أن مثل X، يعني عدد مجهول، يمكن أن يساوي 0، يمكن أن يساوي 10، يعني لا نعرف ما قد يساويه. المهم أننا نقول أن M majorant de A عندما يكون يعني quel que soit، يعني متى تكون M majorant de A، يعني متى تكون M تكبر A، عندما يكون quel que soit، يعني مهما كان العدد الصغير A، يعني العدد الذي يأخذ الكثير من القيم من المجموعة A، مع كان A من A، يعني مهما كان في هذه المجموعة أيا كانت قيمته، فإن A أصغر من أو يساوي M. هكذا نقول عندما تكون جميع الأعداد يعني في هذه المجموعة، وهذا أمر يعني عندما مثلا نأخذ هذه المجموعة 0 إلى 10، نأخذ M مثلا 11، إنه خارج المجموعة. لنأخذ أي رقم في هذه المجموعة من 0 إلى 10، لنأخذ مثلا 9، لنأخذ 10 أكبرهم. هل 10 أكبر من 11؟ بالطبع لا، وبالتالي فإن أكبر أعداد التي توجد في المجموعة A يعني أصغر من M، وبالتالي فإن M تكبر A، أو A مكبور ب M، يعني ماجوري أو ماجوري، يعني A ماجوري. يعني عندما نقول ماجوري، يعني هنا انظروا الفرق حتى في الكتابة، ماجوري مكبور تكبر، ماجوري في اللغة الفرنسية تنتهي بهذه الطريقة، ماجورون يعني ب ANT. يعني نفس الشيء بالنسبة لمصغورة أو تصغر، وبالنسبة لمحدودة أو بورني، يعني سيكون شرح أكبر في الفيديو التالي إن شاء الله، يعني في الدرس الموالي إن شاء الله. أعجبكم هذا الشرح؟ يعني صراحة أنا أعترف أنني متوتر قليلا، لأني قد أنشأت فيديو قبل قليل يعني ضاع مني. على كل حال أريد منكم بعض التشجيع بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، يعني دروس جامعية ودروس يعني منوعات عالم معرفة، يعني من اسم القناة للتشجيع فقط. شكرا وإلى. يعني ماجوري، يعني عندما نقول ماجوري يعني بهذه الطريقة R E accent
ألفا. و عندما تكون يعني مصغورة، يعني نفس الشيء، هناك حرف A يعني متغير A في المجموعة A، وهذا المتغير الصغير يعني يكون مصغورا يعني بM، يعني A يكبر M، يعني بنظرة أخرى، بلغة أخرى، فإن A يكبر M، يعني و A مصغور بM. لهذا نقول أن M تصغر A، و A مصغور من قبل M، يعني شيء عادي. يعني M mineurant de A et A mineuré de M. وتكون محدودة يعني بورني يعني لا أكتب جيدا، بورني يعني عندما تكون مكبورة بM ومصغورة بM. هذا كل شيء. نلتقي في الدرس المقبل، والذي سيكون بعون الله fonction d'une variable réelle، يعني باللغة العربية دالة بمتغير حقيقي، يعني كما شرحنا مسبقا هنا، يعني if لx تساوي شيء x، يعني x أو كاري أو كذا، أو يعني المهم أن تكون if لx يساوي x، و x دائما هو عدد حقيقي، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الناتج يعني y يساوي y. لماذا؟ لأن هذا المدرج يسمى ب y، وهذا المدرج ب x، يعني x يساوي if لx، y يساوي if لx. يعني سنرى هذا بطريقة مفصلة في الدرس المقبل إن شاء الله. يعني إن عجبكم الشرح فاشتركوا في القناة، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب للتشجيع فقط. شكرا، وإلى الدرس المقبل إن شاء الله.